ازاي اختار ما بين شاليهين في مشروع واحد في الساحل الشمالي او في اي مدينة ساحلية؟ كتير مننا بياخد وقت كبير عقبال ما بيختار المطور اللي هيشتري معاه شاليه ساحلي او يشتري فيلا مثلا. وبعد ما بيختار بيفضل محتار اخد الشاليه ده ولا اخد الشاليه ده. في الفيديو ده مش هنقارن ما بين مشاريع، مش هنقارن ما بين مناطق، احنا بس هنتكلم ايه هي مواصفات الشاليه المميز اللي بناء عليه انت بتقول ان الشاليه ده اميز من الشاليه ده. عندنا 10 معايير انا هقولها لحضراتكم بشكل مختصر جدا في الفيديو ده، بس خليني احط في الاعتبار ان طبقا لاحتياجات السوق المصري بنحط برضو بعض المعايير دي، لان في بعض الدول بعض المواصفات او المعايير اللي انا هقولها دي ما بتبقاش عندها ميزة. انا بتكلم في السوق المصري، لما الناس بتشتري شاليهات في مصر وبتحب تعمل لها إعادة بيع، فبناء عليها بيبقى في مواصفات، وحتى المطور وهو بيبيع الشاليهات بالمواصفات اللي أنا بقولها لحضراتكم هو بيعلي السعر. يعني لو بنرتب من 0 ل 100، لو لقيت شاليه نسبة تميزه 20%، 30، 40، 50، 60، 90%، كل ما بتطلع بالبرسنتج كل ما المطور بيعلي أو بيغلي سعر الشاليه. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت. وخليني ارتب لحضراتكم، لما بتوصل حضرتك لانك انت خلاص خدت قرار تشتري مع المطور ده شاليه او فيلا، بيبقى في معايير معينه بناء عليها بتختار الشاليه ده. رقم واحد ان الشاليه يكون سي فيو، يعني حتى لو هو بعيد في اول المشروع او في اخره يكون باصص ناحيه البحر. رقم اتنين ان هو يكون الاتجاه بحري، يعني باصص اتجاه البحر، هو ده البحري. رقم ثلاثة ان يكون ان هو شايف قدامه، شايف لاجون او اوبن اير لو هو مش دايركت على البحر. لو هو ورا شوية في اتجاه البحر يكون باصص على لاجون، يكون باصص على جرينري وايد فيو، يكون باصص على اوبن فيو. رقم أربعة ان هو يكون قريب من الخدمات. كل ما كان الشاليه قريب من الكلاب هاوس، الكوميونتي سنتر، الخدمات تكون قريبه منه، كل ما بيخلي كبار السن لما بيروحوا مع حضرتك هم كمان يسهل عليهم ان هم ممكن ينزلوا يروحوا يقعدوا في المول، في اماكن اوبن اير او الحاجات دي، او الاوت دور اكتيفيتيز ما تبقاش بعيده عنهم. فدي رابع حاجه مهمه جدا. تاني حاجه او خامس حاجه ان يكون المشروع على elevation، يعني ال ال من اول البحر، الشاليهات اللي على البحر دي بتبقى اميز. شاليهات بتبص دايركت على البحر، طول ما انت طالع بيبقى فيه زي مصاطب او تدرج عامل زي السلالم لغايه ما ترجع لاخر المشروع، فبتبقى كاشف المشروع كله. فدي كانت خامس حاجه مهمه جدا. الادوار، كل ما الادوار كانت اقل، يعني الشاليه مثلا ارضي واول او دورين بس او 3 ادوار، او ماكسيمم لو مطور قوي ومشروع فيه خدمات كتيره قوي يبقى 5 ادوار مش اكتر من كده. بس النورمال الافضل والارقى والاحسن الشاليه او المبنى اللي يكون 3 ادوار. النقطة السادسة ان يكون الدور فيه شاليهين بس، ما يبقاش الدور فيه 5 و6 و7 شاليهات. فان يكون المبنى ستاند الون افضل ما يكون اتاشمنت ويكون الدور فيه اكتر من شاليه. يعني ماكسيموم 2 قوي في 2 في الدور، او لو 4 يبقى فيه مدخلين، مدخل من هنا ومدخل من هنا، ويكون فيه اسانسيرات. طيب برضو الجزء اللي هو اقرب من البحر، كل ما يكون الشاليه بتاعك اقرب من البحر نسبة تميز الشاليه بتبقى اعلى. ان يكون الشاليه من الداخل مربع، ويكون الريسبشن وغرف النوم وحتى لو في ليفنج او اي حاجه بتكون مربعه وكلها اوبن فيو على نفس الفيو. يعني انت لو على لاجون كل الشاليه بيبص على اللاجون، او على البحر كل الشاليه بيبص على البحر. طيب، ويكون المسافات ما بين الشاليهات تكون يعني في مسافات كبيره عشان الخصوصيه، ما بتبقاش الشاليهات او المباني قريبه من بعض. ويكون يفضل يكون خد اتجاه عكس اتجاه حمامات السباحه، يعني مثلا يكون عشان الازعاج ما تكونش بتطل على حمامات السباحه دايركت الا لو مضطر يعني. فدي كانت اكتر 10 مواصفات خاصة مش بالمشاريع، بالشاليهات. لو ركزت عليهم او انت بتشتري انا بنصحك
ركز عليهم، هيكونوا دول افضل حاجه حتى وانت بتعمل لها ريسيل تتباع معاك اسرع. وطبعا لو في اي استفسارات عن الاستثمار بمنطقه الساحل الشمالي او الغردقه مكادي مع شركه اوراسكوم او طبعا العين السخنه، احنا تحت امر حضراتكم. تقدروا تبعتوا لنا مسج على الواتساب وانا بنفسي هرد على حضراتكم. شكرا.